تخيلوا مباراة واحدة مدتها 13 دقيقة بس ممكن تحدد مصيركم الكروي الدولي للأبد. هذا مو سيناريو خيالي، هذا هو الواقع اللي واجهه كثير من نجوم كرة القدم اللي عندهم جنسيتين. اليوم رح نغوص في قوانين الفيفا المعقدة اللي بتخلي اللاعبين قدام أصعب خيار في حياتهم بين بلد الولادة وبلد الجذور. وهو هذا السؤال الأساسي: يا ترى القرار بيكون عاطفي بحت، ولا الموضوع فيه حسابات وفرص مستقبلية؟ ورا كل القوانين الصارمة اللي حطتها الفيفا في دراما إنسانية حقيقية، وهذا اللي رح نكتشفه سوا اليوم. عشان نفهم ليش هذه القوانين مهمة اليوم لازم نرجع بالزمن شوي ونشوف كيف كانت الأمور ماشية زمان. القواعد كانت صارمة لدرجة ممكن نوصفها بإنها سجن كروي، وقصة لاعب زي منير الحدادي هي اللي فضحت قسوة هذا النظام للعالم كله. هذا بالضبط المفهوم اللي كان معروف باسم الارتباط الأبدي أو كاب تايد. يعني تخيلوا كم دقيقة بس في مباراة رسمية كانت كفيلة إنها تقفل أي باب أمل للاعب يمثل بلد تاني. خلص ما في رجعة ولا فرصة للتفكير مرة ثانية، القرار كان نهائي. وهنا ندخل على قصة منير الحدادي اللي هي المثال الأوضح على الإطلاق. وهو شاب موهوب في برشلونة، ناداه منتخب إسبانيا، لعب كم دقيقة وانتهى الموضوع. قانونياً صار لاعباً إسباني، والباب على حلمه بتمثيل المغرب بلد أبوه تسكر، أو هذا اللي كان الكل مفكره. هذه مو مجرد تواريخ، هذه قصة معركة استمرت سنين. في 2014 ارتبط بإسبانيا بسبب مباراة واحدة، وفي 2018 حلمه بكأس العالم تبخر، لكن معركته القانونية الشرسة ما راحت على الفاضي، لأنه في 2020 صار اللي ما كان بالحسبان وتغيرت القواعد عشان يقدر أخيراً يحقق حلمه في 2021 ويلبس قميص أسود الأطلس. الفيفا شافوا إنه النظام القديم كان قاسي جداً ومبالغ فيه، فكان لازم يصير تغيير. ومن هنا جت التعديلات اللي تمت في 2020 واللي كانت بمثابة طوق نجاة للاعبين كثيرين كانوا في نفس موقف الحدادي. بالفعل في سبتمبر 2020 الموضوع صار رسمي في مؤتمر الفيفا ال70، وهذا ما كان مجرد تغيير في مادة قانونية، لا أبداً، كان تحول في تفكير الفيفا نفسه، اعتراف منهم بأن الدنيا تغيرت واللاعبين الشباب يستاهلوا فرصة تانية. والناس صارت تسميها بشكل غير رسمي قاعدة الحدادي، وهذا تكريم بسيط للاعب اللي بدأ كل هالحركة. طيب خلينا نبسط القاعدة الجديدة دي ونشوف شروطها. عشان اللاعب يقدر يغير منتخبه لازم كل الشروط الأربعة هذه تتطبق، يعني ما يكون لعب أكتر من 3 مباريات، وعمره كان تحت 21 وقتها، وما شارك في بطولة كبيرة زي كأس العالم، ومرت 3 سنين على آخر مرة لعب فيها. فالموضوع مو سهل أبداً، لكنه بيعطي فرصة تانية مع الحفاظ على استقرار اللعبة. طيب من الماضي للحاضر، اليوم في قصة جديدة شاغلة بال الكل، وهي قصة الموهبة الاستثنائية لأمين يامال، أو مثل ما قال رئيس الاتحاد المغربي اسمه الحقيقي أمين جمال. هل ممكن قصته تكون مشابهة؟ يامال هو مثال حي على الجيل الجديد من المواهب. مولود وعايش في إسبانيا، لكن أصوله مغربية من والده ومن غينيا الاستوائية من والدته. وفي 2023 هو أخذ قراره المبدئي واختار يلعب لمنتخب إسبانيا، البلد اللي كبر فيه وتطور كلاعب كرة قدم. وهنا النقطة المهمة جداً، الموقف الرسمي المغربي كان مختلف. بدل الضغط أو التعبير عن خيبة الأمل، شوفوا تصريح فوزي لقجع. هذا الكلام بيعكس احترام كبير لقرار اللاعب وتأكيد أن المغاربة بيفضلوا فخورين فيه كواحد من أبناء الوطن، وهذا بصراحة نضج كبير في التعامل مع هذه القضايا الحساسة. لكن ورغم الموقف الرسمي هذا، الأمل لسه موجود عند ناس كتير في المغرب. السؤال هو: هل هذا الأمل له أي أساس قانوني، ولا رح يصطدم بواقع القوانين الصارم؟ خلينا نشوف إيش تقول اللوائح وإيش تقول التحليلات. هنا الصورة توضح كل شيء. على جهة فيه الأمل، ناس بتقول لأنه كان قاصر قراره يمكن ما يكون نهائي، والقوانين ممكن تتغير مثل ما صار مع الحدادي. لكن على الجهة الثانية الواقع القانوني، وهو واقع قاسي شوي. القوانين الجديدة واضحة جداً وتقول إنه عدد المباريات هو الفيصل بغض النظر عن العمر، وهذا هو الرقم الحاسم. أكثر من 3 يامال ما لعب بس مباراة أو 2 أو 3، هو عدى الرقم المسموح فيه بوضوح في مباريات رسمية مهمة، وهذا الرقم حسب القانون الحالي للفيفا هو اللي بيقفل أي نقاش. يعني الخلاصة واضحة وصريحة.
حسب قوانين الفيفا الموجودة حالياً، الباب مقفول قانونياً قدام لامين يامال لتغيير رأيه واللعب للمغرب. رغم كل الكلام والإشاعات، القانون واضح جداً في حالته وفرصته فعلياً انتهت. لكن القصة أعمق من مجرد لاعب واحد أو قانون واحد. هي بتعكس كيف العالم كله بيتغير، كيف الهويات صارت مركبة ومعقدة أكثر، وهذا بيجبر عالم كرة القدم إنه يواكب هذا التطور المستمر. طيب، شو تعلمنا من كل هالكلام؟ أولاً، إن القاعدة القديمة كانت قاسية جداً. ثانياً، تعديل 2020 جاب مرونة لكن بحدود واضحة وصارمة. ثالثاً، إن هوية اللاعب شيء معقد، مزيج بين طموحه الشخصي وتاريخه الوطني. والأهم، إن كل هالقوانين هي محاولة دائمة للوصول لتوازن صعب جداً بين حرية اللاعب وحاجة المنتخبات للاستقرار. وهذا يتركنا مع سؤال مهم جداً نفكر فيه: هل القوانين الحالية للفيفا فعلاً بتحقق التوازن المطلوب؟ هل هي عادلة ولا لسه محتاجة تطوير عشان تواكب عالم هوايتنا فيه بتصير أكثر تشابك يوم بعد يوم؟ سؤال يستحق نفكر فيه.